مرحبا، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. زمان عن هذه المقدمة. ورجعت لكم في فيديو جديد ومعكم إسلام عبد الرحمن. جيت لكم بثلاث أشياء إنه بدنا كيف أو مش كيف، إيش هم ثلاث أشياء اللي بتخلينا ضعفاء أماما. أول إشي اللي هي المقارنة مع الآخرين. طب هدول الناس اللي إحنا بنقارن حالنا فيهم، عارفين كيف وصلوا لهذا الإشي؟ عارفين كيف أفكروا؟ ولا في ناس بسرقوا النجاح سرقة. احنا بدنا نكون زيهم؟ لا، بدناش نكون زيهم. لا، احنا بدنا نتعب وننجح بتعبنا. عشان ايش؟ عشان يعني نستلذ بالتعب. طب تاني اشي يا جماعة اللي هو السماح بالمقاطعة، انه حتى احنا بنتكلم وحتى يجي يقاطعنا. ليش يقاطعنا؟ ليش؟ فهموني ليش؟ لا، واحنا مش مالين عينه. لا، لازم ايش احنا نوقفه انت حتى مش انا بطاشة واشي زي كده. لا، بتفاهم فهم اول مرة، تاني مرة، تالت مرة، ولا اذا كان ما فهمش بنعمل دوشة عليه، بس دوشة خفيفة يعني. بكيمو. طب اوكي. ثالث اشي لما نتكلم عن شغفنا وطموحنا ونجاحنا قدام العالم، او مش نجاحنا وعن شغفنا وطموحنا. هالوقت لما نحن نتكلم قدام الناس عن طموحنا بصير ايش؟ تهبط. انت يا رب بتتعلمي هذا. بصير ايش؟ الناس تحبط فينا، تقول معقول انت تعمل هيك، ومعقول انت ما تعرف شو، ونجال وبصير ايش؟ يتمسخروا علينا. الرسول صلى الله عليه وسلم حكى اقضوا حوائجكم بالكتمان، صح؟ فيعني يا جماعة زي ما حكيت، يعني خلي أعمالنا يعني هي اللي تتكلم عنا، مش إحنا نتكلم عن أعمالنا. لا، خلي الناس تنبهر فينا، خلي تقول واو. طب اوكي، انا بكون هيك خلصت الفيديو تبعي، وان شاء الله يعجبكم، وان شاء الله يعني تستفيدوا منه. باي باي. اوكي، يلا.